يا بلال تزورني مرة، أنا يا حنان تزورني مرة. يوم قالوا ليك قالوا ما عليك، قالوا يا في أنا راضية بيك يا بلال تزورني مرة. كلام الناس سبب زعل، لو انت وزانا ليك بحار يا بلال تزورني مرة حنان. دي واحدة من الأغنيات الجميلة جدا اللي تغنت بها عاشة موسى المعروفة بعاشة الفلاتية. الأغنية دي على لسان المتحدثين إنه كان واقعية جدا وتحكي تفاصيل جميلة جدا. إذا كان سألنا نفسنا سؤال، من هو بلال؟ بلال ده الولد ذكره في الأغنية اللي تعشى بها اللي تغنت بها عاشة الفلاتية. بلال هو شخصية سودانية جميلة جدا، كان على درجة عالية جدا من الوسامة، كان شغال سواق تاكسي في الخرطوم. زمان سواق التاكسي هو سفير البلاد، يعني لأنه بيكون عارف المداخل والمخارج للعاصمة. والرخصة بتاعت التاكسي هي كان عندها شروط دقيقة جدا ما بيدوها لأي زول، لابد انك يعني تكون ملم بالتفاصيل، تكون لابس زي قومي او بنطلون اسود وقميص ابيض بمواصفات يعني. المهم في الموضوع، البلال وقع في حب عاشة موسى اللي هي عاشة الفلاتية، وكانت بيناتهم قصة حب عنيفة جدا. كانت الفلاتية مخلصة بكل إخلاص ووفاء للبلال، وكان البلال برضه بيحب عاشة الفلاتية حب جمة. يعني حتى القصة بتاعت الحب دي كانت معروفة على نطاق الأصدقاء القريبين جدا برضه من عاشة الفلاتية. البلال لما حاول انه يتم الزواج خلاص بعاشة الفلاتية، اهله رفضوا الارتباط بعاشة. ليه؟ لانه بطبيعة الاهل زمان يعني كان بيكسروا القلوب، ومعروف انه فلان لابد انه يغطي قدحه ببنت خالته او بنت عمته، فاصابت البلال نفسيات كبيرة جدا وانكسر الخاطر بتاعه، وساب الخرطوم وجا راجع شندي، يستقر في شندي ويتزوج هناك ويتوفى إلى رحمة مولاه. القصة دي كانت مشهورة ومعروفة على النطاق القريب جدا من عاشة الفلاتية من أصدقاء ومعرفة. التنقاري هو شاعر يعني يتعامل في ثنائية طروبة جدا مع عاشة الفلاتية في كثير جدا من الأغنيات على لسان عاشة الفلاتية، وهو كان حاضر وشاهد على هذه الواقعة العاطفية. فبلسان عاشة الفلاتية قام التنقاري ترجم هذه الأغنية. بلال تزورني مرة، يوم قالوا ليك وقالوا ما عليك، وانت قاسي وانا راضية بيك، كلام الناس سبب زعل، لو انت وزة انا ليك بحر، والى نهاية هذه الأغنية. فكانت واحدة من الأغنيات الجميلة جدا اللي غنت بها عاشة الفلاتية، الرحمة والمغفرة لها وللبلال وللتنقاري. وعاشة الفلاتية يمكن من الأصوات الغنائية النادرة جدا، الأصوات الطروبة، حجزت لنفسها مكانة كبيرة جدا على خارطة الغناء السوداني. في واحدة من حلقات نغم إن شاء الله حنتكلم عن عاشة الفلاتية باستفاضة.